بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك. بتعرفي تسلقوا بيض؟ بتعرف تسلق بيض؟ هتقول لي بقى ده جاي على الحاجه اللي احنا بنعرفها وبتقول لنا بتعرفوا ده. هو البيض في ايه؟ بنغلي شويه ميه نحط فيها البيضه لغايه ما تفرقع وخلاص ونشيلها بعد كده. لا حلو، البيض ده لازم نعرف شويه معلومات عن البيض كده، وفي الاخر نعرف احنا بنسلق بيض ولا لا. زي المده المثلى لسلق البيض عشان زيادتها بتسبب المشاكل. طب ايه المشاكل اللي البيض السلق الزايد، او مشاكل السلق الناقص، او مده صلاحيه البيض في الثلاجه وبره الثلاجه، وامتى نقول ان البيضه فاسده ونرميها على طول؟ اولا مشاكل البيضه اللي هي سوى زايد، بيصبح البيض اولا اكثر جفافا وتفقد بعض العناصر الغذائيه بتاعته زي فيتامين ب 5 وب 6، وبعدين تفقد بعض النكهه الاصليه بتاعت البيض، وتفقد بعض المعادن الموجوده فيها، وتكون طبقه حوالين الصفار اللي هي طبقه دي كبريتيد الحديد، ودي ماده بسيطه خالص ممكن ما تاثرش، لكن مع الوقت ممكن تاثر. طب تاني حاجه اللي هي المخاطر اللي ناتجه من البيض، سلق البيض الناقص او النص سوا. اولا نص سوا يعني بيض الصفار من جوه لسه ما اتجمدش، يعني الحراره ما وصلتش لدرجه قلب الصفار نفسه. معنى كده ان قد يكون في بكتيريا السالمونيلا، والسالمونيلا دي بتعمل تسمم غذائي ممكن احنا نتناولها وممكن يحصل لنا مشاكل. طب ليه احنا بنقول سالمونيلا؟ عشان السالمونيلا دايما اسمها ودايما مرافق للبيض والفراخ واللحوم والاسماك وكده يعني. طبعا متوقع حد يقول لي ما انا طول عمري باكل بيض نص سوا ما حصليش حاجه. نقول له احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى وهبك مناعه. المناعه دي ما تجيش عليه اكتر من اللازم، لان ممكن تضعف وممكن يحصل لك حاجه لا قدر الله. وده سؤال دايما بيتقال في كل الفيديوهات اللي انا بنصح بيها ببعض تجنب بعض الاشياء، ويقول لي طول عمري باكل بيض بدود، جبنه بالدود ولا مشي بالدود طول عمري، واجدادنا بياكلوا مشي بالدود. تاكل انت حر، لو ما بيحصلكش حاجه بتحمد ربنا ان ما حصلش حاجه، لكن مش معنى كده ان ده صح يعني. طب نيجي لثالث نقطه هي المده المثاليه لسلق البيض. المده المثاليه بتكون من 9 دقائق ل 12 دقيقه، المفروض ما نقللش والمفروض ما نزودش. هنقول هنمسك ساعه كمان في سلق البيض؟ ما احنا ماسكين الموبايلات رايحين جايين بيها في كل لحظه، يعني جت على نظبط الستوب واتش على 9 دقائق ولا 10 دقائق يرن نروح نشيل البيض. طب خلصنا سلق البيض، المده دي بتحسب من بدايه غليان الميه، مش من اول ما نحط الميه نحط ميه ساعه ونحط في البيض، لا، من بدايه غليان الميه بنيجي دايسين على الستوب واتش بتاع الساعه. طب بعد انتهاء المده دي بنيجي رافعين من على النار ونطلع البيض نحطه في حاجه ونحطه تحت الميه الساقعه. ليه بقى؟ عشان ما يحصلش سلق زايد من نتيجه الحراره الكامله اللي جوه البيض، وفي نفس الوقت بيسهل عمليه ازاله القشره. طب نيجي للنقطه الاخيره وهي مده صلاحيه البيض المسلوق. البيض المسلوق لو محطوط في ثلاجه كويسه بقشرها، البيضه بقشرها محطوطه في ثلاجه درجه حرارتها كويسه ممكن تقعد اسبوع. لكن لو بيضه حطيناها في الهواء في الجو العادي، لا، ساعه او اتنين بكتير على حسب درجه حراره الجو. ونيجي هنا حته مهمه، الناس اللي بتاكل من الشارع زي ما قلت قبل كده على العربيه كده، الناس بتاكل بيض من الشارع بيحطوا بيض كده محطوط يعني بيض مسلوق. طب يا عالم انت تعرف ان البيض ده مسلوق امتى؟ ممكن يكون مسلوق من اول امبارح يعني، لو ممكن يكون مسلوق من امبارح وما يذبحش وجاي يبيعوا لك النهارده. الحاجات دي كلها في منتهى الخطوره يا جماعه، يعني لازم ننتبه للحاجات دي كويس جدا جدا جدا. طب نيجي للسؤال. واحد تاني يقول لي بقى، انا بحب الاسئله اللي زي دي، واحد بقى من اللي بتشغل دماغي يقول لي ايه؟ طب ما البيض اللي ني موجود في السوبر ماركت محطوط من غير ثلاجه بيقعد بالاسابيع من غير ثلاجه، طب يبقى باب اولى ان البيض المسلوق بقى يعيش اكتر. هقول له لا، لان البيض ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه غشاء، الغشاء ده بيسد المسامات الموجوده عليه من بره. المسامات دي لو اتفتحت ممكن تكون تدخل ميكروبات وبكتيريا وحاجات جوه البيضه. لا يعني، والحاجات دي كلها زي ما قلتها قبل كده، انا قلت قبل كده ضروري في فيديو بتاع غسيل البيض، هل نغسل البيض ولا ما نغسلوش؟ قلنا نغسله قبل الاستخدام مباشره. طب ليه بقى؟ لان الميه مجرد ما تلمس الطبقه دي بتدوب الطبقه دي وبتنزحها من على البيض، اصبحت البيضه المسام بتاعتها مفتحه وسهل جدا ان يخش فيها الميكروبات كده. يبقى وبالتالي لما نيجي نسلق البيض بنحطه في ميه وميه سخنه كمان، الطبقه دي بتزال خالص واصبحت كلها منها ايه للجو بره وبتتلف اسرع من البيض الني. بس كده الفيديو انتهى، وادعوا لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.